يا صباح الخير والفل والياسمين، واهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من حلقات المتعاملين معانا. والنهاردة هتكلم معاكم عن بند مهم جدا انا بعتبره الدراع اليمين للمهندس المدني والدراع الشمال للمهندس المعماري: الحدادة. بند الحدادة من البنود المهمة جدا والجميلة جدا اللي بيها بنقدر نكمل عنصر إنشائي ناقص، نجمل واجهة، نعمل فيها أشكال حلوة جدا بالكريتال، وكمان ممكن نعمل قطعة أساس صغيرة في البيت. فبالتالي هو كمان يعتبر مهم لمهندس الديكور. فالحداد موجود بنلاقيه بنعمل مثلا عندنا عنصر إنشائي ما تعملوش دعامات كفاية، زي مثلا باب، ممكن نقدر نعمل له التدعيم بتاعه ده بعد ما نكون خلصنا تشطيب بالحدادة. وارد جدا ان احنا يبقى عندنا سلم كده داخلي internal بين الدورين في residential building، يعني شقة او فيلا او كمان محلات، فنضطر نعمله حدادة. نعمل مثلا عايزين نعمل سلم زيادة بس يكون خارجي، فنعمله بالحدادة. بنعمل منه الدرابزين بتاع البلكونات، الدرابزين بتاع السلالم، بنعمل منه حاجات كتير جدا بند الحدادة ده. والنهاردة معايا أعمال بتاعة حداد برضو من هنا من الغردقة. هو سابنا فترة وكان بيشتغل في الصعيد ورجع لنا تاني. الحداد ده أنا برضو بعتبره واحد من الفنانين. احنا متفقين قلنا ان العمارة أم الفنون، لأن هي بتشمل أو بتحتوي زي الأمهات كده، بتحتوي على جميع أنواع الفنون. نحت بقى، كرانيش، حدادة، كريتال، بنتكلم مثلا في تابلوز، سجاد حتى اليدوي، او السجاد العادي. كل انواع الفنون موجودة جوه العمارة. فنرجع تاني للفنان بتاعنا. هو انا بصراحة انا بعتبره مش مجرد حداد، هو عبقري. بيفكر معايا وبنلاقي حلول كتير جدا للشغل بتاع الحدادة. وبيفاجئني برضو بحاجات غريبة جدا بيعملها. يعني ممكن يعمل شواية من الحديد، يعمل لنا حامل موبايل، اعمل عليه فيديوهات. اكتشفت ان هو بيسمعني على اليوتيوب وعمل لي حامل كده حديد. وكان في توقيت جميل جدا، كنت هقدم على يعني كنت في برزنتيشن لدبلومة، فهو راح عمل لي الحامل ده. عرفت بقى انا هعمل البرزنتيشن ازاي لما جابهولي يعني. آه، اتفرجوا على اعمالنا معاه. عملنا كذا سلم معاه، واحد في صيدلية والتاني اتعمل، وعملنا دور تاني في صيدلية كمان بالحدادة. وعملنا معاه كمان سلم في معرض، كنا بنعدله معماريا، بنعمله تعديل معماري. المعرض ده كان الدور الأرضي صغير جدا، فهم خدوا الدور اللي فوق علشان يعرضوا فيه منتجاتهم. فاللي حصل ان كان طبعا يعني بلاش يبقى فيه اكسس من للمعرض من خلال سلم العمارة. ففكرنا ان احنا نعمل سلم تاني جوه المحل، وفعلا نجحنا. اخدنا المحل الصغير اللي في الدور الارضي، عملنا فيه سلم للدور اللي فوق. يعني اتضاعفت مساحة المعرض 3 مرات بسبب التعديل المعماري ده. احنا عملناه كرخصة في المجلس، ونفذنا كمان السلم والتعديلات المعمارية اللي حصلت في المعرض ده. اتفرجوا على السلالم اللي بقول لكم عليها دي، هتلاقوها في الفيديو اللي على الفيسبوك. اتفرجوا على بقية شغل الفنان اللي هي الشواية والحاجات التانية اللي هو عملها، هندريلات سلالم وبيبان حديد لعمارات، على اليوتيوب. نهاركم سعيد ويومكم زي الفل.